أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا صورة وكلمة. النهاردة معانا قصة حياة شخص مش بس فنان عظيم، لكن كمان إنسان عاش صراع مع مرض قاسي جدا. عبد الحليم حافظ، العندليب الأسمر، الصوت اللي هز مشاعر الملايين بأغانيه وحسه، وفي نفس الوقت كان بيعاني في صمت من مرض قاتل، وهو بالهارسيا. عبد الحليم حافظ كان مش مجرد مغني، كان رمز للرومانسية والأمل، وقدم لنا أغاني كتير قوي، منها جبار، سواح، جانا الهوى، وزي الهوى. أغاني كتير اللي مفيش حد يقدر يسمعها وما يتأثرش بيها. لكن ورا الكواليس كان عبد الحليم بيعيش قصة تانية، قصة مليانة ألم وتحديات مع المرض ده اللي أصابه وهو لسه طفل، وتسبب في معاناته طول حياته لحد ما هزمه في النهاية. تعالوا مع بعض نعرف التفاصيل. عبد الحليم زيه زي كتير من الأطفال اللي عاشوا في القرى المصرية، كان بيلعب في الترع والأنهار. ما كانش حد يعرف وقتها إن المية فيها عدو قاتل والبلهارسيا. المرض ده بيتسبب لما طفيلات موجودة في المية تدخل الجسم عن طريق الجلد. عبد الحليم أصيب بالبلهارسيا من سن صغير، والمرض ده بيأثر على أجهزة كتير في الجسم، لكن بشكل أساسي على الكبد. هنعرف التفاصيل كلها في الفيديو مع بعض. تأثير البلهارسيا على حياته. البلهارسيا مع وقت بدأت تضرب الكبد، وكان من أخطر المضاعفات اللي حصلت إنها دمرت نسيج الكبد، حولته لنسيج متليف. الكبد ده العضو اللي بيقوم بوظائف كتيرة في جسمنا، زي تنظيف الدم وتخليصه من السموم. لما يحصل دمار في نسيج الكبد، الأنسجة السليمة بتتحول لندوب متليفة، وده معناه إن الكبد مبقاش يشتغل زي الأول. عبد الحليم حافظ عاش مع الألم ده لفترة طويلة، لكن رغم كده عمره ما ظهر عليه التعب قدام الناس. كان دايما واقف قدام الجمهور بيغني والابتسامة على وشه. الجزء الأشد خطورة من مرض عبد الحليم، وهنشوفه مع بعض في الفيديو، هو دوال المريء وحدوث نزيف داخلي. تخيل إن هو كان بيعاني من تمدد رهيب في الأوردة اللي في المريء، لدرجة إنها بتبقى معرضة للتمزق والنزيف في أي لحظة. وده اللي كان بيحصل فعلا معاه. النزيف الداخلي مش مجرد حاجة بسيطة، ده كان بيسبب له أزمات صحية خطيرة. عبد الحليم كان بيطلع على المسرح ويغني، وبعد الحفلات كان بيحتاج لرعاية طبية فورية بسبب النزيف اللي كان بيحصل له بعد أوقات كتيرة كان بيغني فيها. في مرة من المرات اضطر إن هو يوقف حفلة وهو بيغني بسبب نزيف مفاجئ، لكن كل مرة كان بيتعافى وكان بيرجع يغني تاني كأن مفيش حاجة حصلت. عبد الحليم كان بيسافر باستمرار للخارج للعلاج، وفي آخر مرة كان بيسافر للندن. كان بيعمل عمليات جراحية كتير عشان يحاول يوقف النزيف، لكن العمليات كانت دايما مجرد حل مؤقت، لأن المرض كان أقوى وأخطر. الحياة بالنسبة لعبد الحليم كانت عبارة عن معركة مستمرة مع المرض، لكنه ما استسلمش بسهولة. عشان نفهم مع بعض الجزئية دي بشكل أوضح وأشمل، وإزاي البلهارسيا بتؤدي في النهاية إلى دوال المريء، لازم نعرف إن في حلقة وصل ما بينهم، وهو الكبد. واللي بيحصل من تغير في نسيج الكبد من تليف وتشمع هو السبب الرئيسي في احتقان دوال المريء، وممكن بيؤدي في النهاية إلى انفجارها وحدوث نزيف داخلي. دوال المريء إيه علاقتها بالكبد؟ الكبد هو عضو مهم جدا في الجسم، مسؤول إن هو يعمل عملية فلترة لكل السموم اللي بتخش من خلال الجهاز الهضمي، وبالتالي كل الأوردة اللي بترجع فيها الدم من الجهاز الهضمي سواء المريء أو المعدة أو الأمعاء لازم تعدي الأول على الفلتر بتاعها اللي هو الكبد. ممكن نقول إن الكبد هو عبارة عن الإسفنجة أو المصفى اللي بتصفي الدم. لما بيحصل في تغير في نسيج الكبد والكبد بيتحول إلى حاجة متليفة صلبة، بالتالي الدم اللي بيوصل ليها بيكون محتقن، لأن الضغط فيه بيزيد لأنه مش عارف يعدي من خلال النسيج الصلب ده. بمرور الوقت الوريد اللي جامع كل الدم من منطقة البطن والأحشاء بيتعرض لضغط كبير جدا نتيجة الانسداد اللي بيبقى موجود في نسيج الكبد. الضغط ده بيزيد في وريد اسمه وريد البابي، الوريد اللي بيجمع كل الدم اللي راجع من الجهاز الهضمي، وبالتالي نتيجة الضغط العالي في الوريد البابي الدم اللي موجود ده بيرجع تاني في المكان اللي جاي منه، اللي هو أكتر مكان وأقرب مكان هو المريء والمعدة. الدم بيبقى محتقن في الأوردة سواء في المعدة أو المريء. نتيجة الاحتقان ده بيوصل لدرجة ما إن هو ينفجر ويحصل نزيف داخلي. النزيف ده بيفقد الجسم فيه كميات كبيرة من الدم، وبالتالي بتأثر على الدورة الدموية اللي موجودة في الجسم.
طب ازاي ده حصل مع عبد الحليم؟ إصابة عبد الحليم منذ الصغر بالبلهارسيا، وعلى مدار السنين اللي عانى منها من المرض ده كان بيحصل تغير في نسيج الكبد. تحول نسيج الكبد من النسيج اللين إلى تليف وتشمع. ده أدى إلى انسداد الوريد البابي، الوريد اللي اتكلمنا عليه من شوية. ده أدى إلى احتقان دوال المريء، وبمرور الوقت بتضعف جدار المريء، وبالتالي بيحصل انفجار في دوال المريء ونزيف داخلي. طب ازاي بيتعاملوا مع النزيف الداخلي اللي بيحصل من دوال المريء؟ طبعا باستخدام المنظار. منظار بيدخل من الفم وصولا للمريء والمكان اللي فيه الدوالي والمكان اللي بيحصل منه النزيف. ايام عبد الحليم كان بيحصل عملية حقن، بيتم حقن الدوالي دي عشان تتوقف عن عملية النزيف. طبعا في أساليب أحدث دلوقتي، عملية ربط أو بيسموها اللايجيشن، أو يتم ربط الدوالي دي عشان تتوقف عن عملية النزيف. طبعا النزيف ده كان هو المسؤول إن هو كان بيرجع دم أو بيكح دايما دم. في سنة 77 عبد الحليم حافظ سافر لندن للمرة الأخيرة علشان يتلقى العلاج، لكن حالته كانت تدهورت بشكل كبير، والنزيف اللي كان بيتكرر بقى أخطر من أي وقت فات. لآخر أيامه حصل نزيف داخلي شديد جدا، ومع فشل الكبد اللي كان خلاص مش قادر يشتغل، عبد الحليم حافظ مقدرش يتحمل أكتر. ويوم 30 مارس 77 العندليب الأسمر ساب الدنيا وترك تراث من الأغاني اللي هتفضل عايشة معانا للأبد. عاش حياة استثنائية مليانة نجاح وشهرة، لكن ورا كل ده كان في قصة كفاح طويلة مع المرض. رغم الألم والمعاناة اللي عاشها كان دايما بيختار إنه يسعد الناس بصوته وفنه. وفي النهاية العندليب حافظ على مكانه في قلوبنا، وهنفضل نفتكره مش بس بفنه لكن كمان بقوة تحمله وصبره على المرض اللي هزمه في النهاية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا ليكم ونشوفكم في حلقة جديدة.